الجوامع اللي في مارب حتى اللي في الحارة ما حد يقول لك من أنت، ولا بالتحريض ولا من هذا كله. وهذا المصحف الشريف ما عاد بنقولش مصحف واحد، بندي 20 مصحف. نؤمن لكم بالله وحلف فوق هؤلاء الكتب إن عبد الملك البوذي إنه شاذ الإنسان، وإنه لا يمثل القيم الإنساني ولا للدخل بالصحابة ولا دخل، إنه جاء بس يدمر الإسلام والنسيج الاجتماعي. وإن أبو فاطمة وهذا المصاحف، إن أبو فاطمة العملية حقهم إنه الأستاذ من المزلزلي لا شميلة مع 2 أصحاب صعدي يدخلون الناس في أي واحد غريم لهم، يدخلوا في هؤلاء المتاهات منشان يصوروه ودخم. وكم يا ناس، وتخيلوا والله وذي المصحف إن العراقيين واللبنانيين والإيرانيين اللي في صنعاء إنهم بيمارسوا الجنس ببنات اليمن ضابط، وغرضهم تدمير الإسلام وتنجيسه. وهذا المصاحف الشريف إنه هذا الغرض. اعقلوا، هذه الجماعة لا تمثل لا القيم الإنساني ولا الأخلاقي ولا شيء. دمروا نهبوا فعلوا واللي قد فعلوا. هذه الجماعة ما بعدها إلا المصائب، والثورة هي المخرج الأول والأخير. شفتوا الأمم المتحدة كيف بتدعمهم بطرق مباشرة وغير مباشرة. المخرج الأول والأخير من هذا هي ثورة عارة من نستأصله. هذه الجماعة لا تؤمن بالدين ولا بالقيم ولا بالقانون ولا عندها شيء. أي دين بيخليك تفجر مساجد الله، أي دين بيخليك تقتل العلماء وتنهب وتستفيق دماء. قد الله بيقول من عنده، بيقول يهدم بيت الله حجر حجر ولا يهدر دم مسلم. قال انه بيحرر القدس وهو دمر المساجد. قال انه عايز يزود الرواتب اعدمها. قال بيحسن علاقتنا مع دول الجوار انهاها. قال انه عايز يصلح البنيه التحتيه دمرها كليا. ادعوا كل شيء باسم العدوان، هو ذا لا عدوان ولا عد بالشيء، وفوق ذلك بتغطرسوا ويشتوا من التحالف رواتب. شفتوا على وين؟ اقسم بالله وهول المصاحف الشريف ان هذه الجماعه ان معاها الدخل حق اسبوع ما يكفي 70 سنه صرف رواتب. اؤمنوا الحوذة هؤلاء انجاز، هؤلاء ما بعدهم الا الولاء. المخرج الاول والاخير ثوره، وهذا بيت الله المعبود. ان هذه الجماعه لا تمثل اي شيء من هذا كله. المخرج الاول والاخير هي ثوره. وثوره 17/10 كانت بروفها وكنت وحدي، وريتكم هم ضعاف والله، واللي ما يحلف الله به انهم ضعاف 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 قوي. واحنا بالناشد طارق عفاش وهاشم الاحمر وصغير بن عزيز اجتمعوا، والشعب احنا معاكم. احنا نمسح بهم ابائب ابوهم في يوم واحد، بس الشعب بانتظار قاده يلتموا حوله. افهموا، وانتو خير ما انجبت الوطن هذا، وبه هامات وبه رجال لا هاناك. وانتو لابد ما يكون لكم اجتماع هكذا بارز من شأن الناس اللي تموا حولكم. انسوا موضوع التحالف والامارات والسعوديه، حتى هم مقيدين مثل ما اليمن مقيده تحت البند السابع، ما يقدروا يفعلوا شيء الا بموافقه الامريكان والبريطانيين. اتقوا الله في ذا الوطن، والمسؤوليه بتكون على عاتق المتعلمين والمثقفين والاعلاميين. قلتكم الله في هذا الوطن يتكلموا عنه. لو بده يفعلوا وبده يهتموا بالوطن مثل ما بده يهتموا بانفسكم ما وصل فينا الحال الى ما احنا فيه. ثورة لا تخافوا من دولة، هؤلاء شويه قسما بالله انهم اهون من بيت العنكبوت. وتحيوا ثورتنا في 19/3/2023 قبل رمضان بيومين تحت شعارها نفس ما تسمى. الثورة هي المخرج الاول والاخير من هؤلاء الاوقاع.